الدراسات بقى كلها اللي اتعملت عن الحب قالت شوية ثوابت مهمين جدا، ومهم ان احنا نعرفهم، زي مثلا مرحلة الرغبة، يكون عندك رغبة بانك تعرف او تقرب من الشخص ده، الانجذاب كمان تجاه الشخص ده، والسعي، وده المقصود بيه انك انت بتشوف وسيلة علشان تفتح كلام مع الشخص ده. دي مراحل الحب الطبيعية اللي الدراسات والأبحاث قالت عليها. ركزوا بقى كمان في الكام حاجة المهمة اللي هقولها في المقطع ده، الحاجات دي تقول لنا إن الشخص ده فعلا بيحبنا ولا لا. رقم واحد هنا، الشخص اللي بيحبك هيتغير علشانك، يعني لو كان في حاجات انت ما بتحبهاش فيه بيحاول ان يغيرها، هيقف جنبك ويطبطب عليك وقت شدتك. الشخص اللي بيحبك كمان بيكون متقلب في المزاج، يعني شوية عصبي شوية كويس، والكلام ده محدش يستغرب، الحب فعلا بيكون كده. دايما بيشوف الحاجات الكويسة اللي موجودة فيك، بيخطط كمان لبكرة وانت معاه، دايما بيستخدم كلمة احنا هنعمل كذا، مش انا هعمل كذا. ده بخلاف بقى كمان نظراته ليك وانت بتتكلم معاه. حاجات بسيطة جدا، المهم ان احنا نعرف.